أنا اسمي عصام فهمي. آخر شركة كنت شغال معاها كانت في أريزونا في أمريكا. كنت شغال ليد سوفت وير انجينير، وإن شاء الله الشهر الجديد بداية شهر 2 رايح شركة في فيينا. سريع عن الستوري بتاعتي، أنا كنت في كمبيوتر ساينس في حاسبات ومعلومات. قعدت 4 سنين، الحمد لله كنت الأول على الدفعة. بعد كده اتعينت كمعيد، قعدت 3 4 شهور، وبعد كده قدمت استقالتي وقررت إن أنا أتجه لسوق السوفت وير وانضم بين الشركات. في وقتها أنا ما كانش معايا أوفر من شركة عالية ولا حاجة، كنت شغال في شركة بسيطة في اسكندرية، شركة صغيرة. سبت التدريس ورحت دخلت سوق السوفت وير. قعدت حوالي سنتين في مصر، شركات لوكال، شركات صغيرة. وبعد كده بدأت أشتغل برا مصر. أول opportunity ريموتلي كانت شركة وجيز، شركة بتعمل كتب وبرودكت، هي برودكت بيز، عندهم البرودكت بتاعهم. كنت معاهم من أول 100,000 يوزر، ودلوقتي كسروا ال4 مليون يوزر. جالهم acquisition offers من شركات كبيرة. يعني كانت أول شركة حقيقية كده، أحس إن هم عندهم منتج أو برودكت بتاعهم كان بيد سيرفيس، وكان برودكشن، وكان فيه يوزرز، ولو كان حصل مشكلة في أي وقت كان الموضوع بيبقى فيه مسؤولية. قعدت تقريبا معاهم سنة. بعد كده قررت أرجع مصر. بدأت أتناقش مع شركات زي بي موب وقتها، وانتجرنت، وكان في البروسيس سويفل، وكان في أورنج، وكان في أتوس. يعني باي ذا اند اوف ذا داي قررت ان انا في وقتها، الكلام ده من 4 سنين، ان انا اروح اتوس كسينيور سوفت وير انجينير. وكنا مسؤولين على الوان بانك ابلكيشن، هو اللي هيربط البنوك المصريه لاول مره. وابلكيشن كان يعني عنده بوتنشال كبير، وكان التيم بتاع موبايل فوق ال 25 واحد. اللي هو دلوقتي يعني بقى شركه منفصله، وبقى هو ام دي اي. في الاول كانت اتوس بتعمل الابلكيشن ده، كان بنك مصر هو اللي متعاقد مع اتوس يعني. ولكن للاسف ما كملتش معاهم لظروف شخصيه يعني تخصني. وساعتها انا جالي اوفر من شركه مالتي ناشونال بره مصر، بنعمل الديجيتال ترانسفورميشن لجلوبال انتربرايزز زي ياهو، زي لينوفو، زي سيمنز، وزي فيزا، وزي جونسون. الحاجات دي اللي هي في السكيل ده قعدت معاهم تقريبا 3 سنين. كنت سنتين هناك سينيور. كنت رايح بإحساس الإمبوستر سيندروم، لأن كل الناس اللي حواليا كانوا خبرة كبيرة، وكل الناس اللي حواليا كانوا عدد سنين أكتر مني، وكنت أنا تقريبا أصغر سينيور في الشركة. حتى الناس اللي جت من مصر كسينيورز كنت أنا برضو أقل واحد فيهم خبرة. وما بين إحساس الإمبوستر سيندروم اشتغلت معاهم في 2 انتربرايزز في أوروبا وأمريكا. الحمد لله بعد سنتين قدرت اخد البروموشن اللي هي ما بعد السينيور. عندنا تكون هي اي سي 4 اللي هو السوفت وير اركتكت. كسوفت وير اركتكت اي سي 4 اللي هو اندفيجوال كونتريبيوتور، او ده ما يعادل ستاف سوفت وير انجينير في الشركات اللي عندها يعني بوزيشن ما بعد السينيور. قعدت معاهم سنة في البوزيشن الجديد ده، كانت جيرني لطيفة وقعدت اتعلم شوية. وبرضو لظروف ما الشركة وقفت الجلوبال هايرنج اللي كانت بتعمله، وبدأت أشوف أوفرز تانية، وبدأت أدور على opportunities تانية. واشتغلت مع شركة في أمريكا اللي هي في أريزونا، اللي هي آخر شركة أنا كنت شغال معاها كليد سوفت وير انجينير أو كاي او اس اركتكت. الشركة قعدت معاها شوية، تقريبا 4 شهور. خلال ال4 شهور دول الحمد لله أنا لأول مرة قدرنا ننزل ابلكيشن اي او اس بكل التشالنجز اللي فيه على الاب ستور، لأن احنا بنعمل مونيتورنج وبنعمل تراكنج لليوزر أو التشايلد اللي بيستخدم الموبايل. لأن هدف الابلكيشن إن احنا نعمل مونيتورنج ونحميه من أي أبيوز ومن أي استغلال أو أي هيتفول سبيتش حصل وهو بيلعب وهو بيشوف حاجة على الموبايل. الابلكيشن بيت سيرفيس مليان جايد لاينز، وكان محتاج اركتكشر قوية جدا تقدر تدليفر السوليوشن. الحمد لله قدرنا نعمل ده. كنا شغالين 2 من مصر، كان في 2 أو 3 من أمريكا، كانوا ستاف انجينيرز ما شاء الله. يعني فيهم ناس فوق ال30 سنة خبرة حرفيا، شغالين في انتربرايزز وفي ستارت ابس في أمريكا. فكانت يعني جيرني لطيفة الحمد لله. ولكن هو كان كونتراكت، حاجة بسيطة خلصته، وبرضه بدأت يعني أدور على حاجة بقى أقعد فيها شوية وأكون ستيبل. وإن شاء الله الشهر الجديد اللي هو شهر 2 اللي هو بعد أسبوع من تاريخ تسجيل الفيديو ده، هجوين شركة في فيينا في ميديكال انشورنس، في سوشيال انشورنس. الشركة محترمة، الانفايرومنت كويسة. ليهم تيم اتش ار في مصر مسؤول على الأوراق، وليهم تيم اتش ار بره مصر. ناس كتيرة من اللي موجودين في مصر اوريدي سافروا واشتغلوا هناك. أول سالري ليا، أنا مش عارف هو هيحتسب سالري ولا لأ. الجامعة كنت معيد، كنت باخد تقريبا 2500 أو 3000. وفي الشغل في السوفت وير
كان أول انترنشيب أصلا كانت غير مدفوعة، وبعد كده بقت ب400 جنيه، وأول أوفر أتناقش فيه كان تقريبا 2000 جنيه، 2500 حاجة زي كده. بس الهارد مومنتس اللي قابلتني في الشغل كان حاجات ليها علاقة أكتر بشخصيتي، وإن أنا سني صغير، وفي نفس الوقت أنا تكنيكال شاطر، فأنا عندي بوتنشال إن أنا يعني أجد بروموشن أو أترقى كده. بس لازم طبعا يعني الانتربيرسونال سكيلز والحاجات الشخصية وطريقة التصرف وقدرة التصرف في المواقف، وإن أنت تتحكم في الفيلينجز بتاعتك وفي الإيموشنز بتاعتك حتى لو حقيقية، بس عشان تكون مثال للفاليوز بتاعت الشركة، خصوصا لما تبقى بوزيشن عالي. فدي يمكن أكتر تشالنج واجهتني، ودي حاجة من الحاجات اللي عرفتني إن الانفايرومنت اللي حواليك شيء مهم جدا، في إن هو مش بس يطورك، إن هو كمان يعرف يتعامل معاك ويعرف يكون يخليك تعرف تفكر بطريقة بوزيتيف دايما في الحاجات، دايما تبص للحاجات إنها area of improvement، دايما يكون في ناس حواليك بيسبورتوك ومؤمنين بيك وبمهاراتك ويحاولوا يبوشيك دايما للأحسن. فيمكن في ساينتي الشركة اللي هي الانتربرايز اللي أنا كنت فيها، دي كانت فرصة عظيمة ليا. كان حواليا ناس كلهم أكبر مني، كلهم أشطر مني، وفي نفس الوقت كلهم بيحبوني ومؤمنين بيا، وهم اللي خلوني أقدر أخد البروموشن سوفت وير أركتكت. تقريبا أنا أصغر حد ياخد سوفت وير أركتكت بوزيشن في الشركة دي. بجد تشالنج كبيرة إن أنا أقدر أخد البروموشن وأقدر أشتغل على نفسي خلال سنتين، في إن أنا إزاي أقدر هنا أمسك بوزيشن ما بعد السينيور. اوكي، ازاي اقدر اتعامل مع التيم، ازاي اقدر اكون نقطة مهمة، ازاي اقدر ادخل مع الاركتكشر مانجرز والستيك هولدرز والحاجات دي كلها. دي كانت اكبر تشالنج في حياتي. لذلك انا دايما بقول اكتر جزء significant في الاكسبيرينس بتاعتي او فادني هم ال3 سنين اللي قعدتهم اشتغل مع ساينتي. انها كانت environment يعني رائعة، وكمان احنا كنا بنشتغل مع انتربرايزز يعني سكيل عالي، فكان دايما في تكنيكال تشالنجز، ودايما كان الموضوع ليه برسبكتيف تانية أنا معرفهاش. يعني كانت جيرني لطيفة جدا. اللي أنا نفسي أشوفه اتغير، نفسي أشوف الناس في الكوميونيتي بتساعد بعض بشكل أكبر من كده، لأن ده بيفرق، والحياة صعبة بما فيه الكفاية. فاحنا ممكن احنا نسهل على بعض شوية. أنا مبشوفش إن احنا بنسهل على بعض. يمكن ليا مواقف كمان شخصية كتيرة في شركات خصوصا جوه مصر، الناس ما كانتش لطيفة، في ليفل من الأثوريتي في التعامل، في ليفل خلينا نقول من عدم الاحترام، مش من كل الشركات. ويمكن هم حتى الشركات اللي بتعمل كده مش واخدين بالهم ان هم ما بيحترموش الناس لما بيتعاملوا بالاسلوب ده. تدخل تشوف النهارده في الانترفيوهات وتشوف الاثوريتي وتشوف طريقة التعامل وتشوف طريقة تقييمه ليك، وناس كتيرة بتشوف ان ده مش فاليد، ودايما الحاجات بايظ تبقى لها شخصية. دايما الحاجات ما بتبقاش انترفيوهات كتيرة قوي ما بتبقاش مريحة للطرف التاني. أنا أكبر مسؤولية في الموضوع بشوفها على الانترفيو انجينير أو على الشخص اللي داخل يعمل انترفيو، بس هو برضو يعني باجي أحط نفسي مكانهم. لو الشركة دخلت، وشركات كتير أنا أعرفها بشكل شخصي، هتعمل إيه؟ لو هم المشكلة إن الشركات بيسيبوا الموضوع بالكامل، ما بيعملوش داتا دريفن فريم ورك. لذلك واحد من اصحابي في الشركات المصريه المعروفه بدا يقول لشركته لا احنا عايزين نعمل داتا دريفن فريم ورك عشان نقدر نقيم الناس بشكل صحيح، ما تبقاش معتمد على اللي بيدخل مع الانترفيو. نفسي الناس تتكلم بترانسبيرنسي اكتر شويه، او مفيش داعي ان انا يكون في ايدي حاجه اساعد الشخص اللي قدامي بيها واخلي حياته اسهل وابسط وما اعملش. من الحاجات برضو اللي نفسي اشوفها بتتغير، هو انا ما بحبش تقديس الاشخاص، واحنا عندنا في المجال بتاعنا في يعني فئات كتيرة من الناس بشوفها ان هم بيقدسوا اشخاص، ودي حاجة انا ما بحبهاش، وبحس ان هو لأ، احنا المفروض نتعامل مع بعض بشكل ابسط من كده. المفروض ان انت تكون واثق في نفسك وواثق في قدراتك، وعارف ان كل واحد ليه الفيجن بتاعته وليه دماغه. ايه الحاجة اللي انا مستني اشوفها في المستقبل بتاعي؟ لا، انا مستني اشوف انا هعمل ايه في المستقبل. بصراحة انا دايما بقول كده لاصحابي، انا مستني اشوف انا هبقى فين مثلا كمان 5 سنين او كمان 10 سنين. هكون عملت ايه، هكون وصلت فين. خصوصا ان احنا بنعمل مشروع ليه علاقة بالكوميونيتي اسمه مشروع سين، اللي هو بيقدم دلوقتي السيركل. ف يعني إن شاء الله خير، هنشوف. نصيبنا مكتوب. لو هقول نصيحة لحد، هقول إن المنتاليتي هي أهم حاجة في الشغل بتاعنا، أو يمكن بالنسبة لي يعني طبعا ده رأيي. المنتاليتي والمايند سيت هي الطريقة اللي ممكن
تخليك يمكن مش أشطر سوفت وير انجينير، بس تقدر تكون أنجح سوفت وير انجينير. رينج المرتبات في البلد بتاعتي، أنا عايش في مصر، فرينج مرتبات السينيور في مصر يعني مختلفة تماما على حسب قطاع الشركات اللي أنت بتقدم عليه. ويمكن أنا كنت عملت فيديو اتكلمت فيه عن المرتبات بتفاصيل قبل كده عندي في الشانل على اليوتيوب. ولكن يعني أنا بشوف إن اللي أنا شايفه يعني، خصوصا الفترة الأخيرة كنت بدخل انترفيوهات، إن في مصر مثلا أنت بتتكلم من 30,000 مثلا، let's say 30 35 40 up to 60. ده جزء كبير من الشركات بيدفع للسينيور أو عنده استعداد يدفع للسينيور حاجة زي كده. في شركات بتدفع أكتر حاجات بسيطة، ولكن يعني جزء كبير بشوفه من 40 ل60. دي الناس اللي هي شغالة في شركات في مصر. في شركات في مصر بتدي 100، في شركات في مصر بتدي بالدولار اللي هم اوت سورسنج، أو شركات خليج، أو شركات في أوروبا. في شركات بتدي لغاية 100. في كام شركة فوق 100. بس يعني دي الحاجات اللي موجودة في مصر، يمكن اللي أنا بحتك بيها وبشوفها. حاجات بقى الاوت سورسنج بأنواعها. يعني طبعا الشركات في أوروبا وفي أمريكا أنت بتطلع لو أنت سينيور، أنت يعني معاك من أول 2K مثلا، وأنت طالع على حسب شطارتك وعلى حسب الشركة وعلى حسب الشركة لها رينج ولا لأ، وعلى حسب يعني هل ممكن الشركة تديك اكسبشنال اوفر ولا لأ. ولكن ملي يعني هتبقى فوق الاتنين يعني إن شاء الله. انت لو بتشتغل كونتراكتور غير لو انت بتشتغل فول تايم، في تفاصيل كتيرة تفرق في موضوع السالري. ولكن لو بنتكلم على الشغل الفول تايم، من اللي انا شفته من اللي انا اعرفه، فانت عندك من اول 2 لغاية 4K مثلا. الرينج ده مفتوح مع الشغل في شركات في اوروبا وشركات في امريكا. تقدر تاخد كل ده، ممكن دي فرايتيز موجودة. أكتر حاجة ممكن تحس إنها موجودة اللي هي رينج الاتنين والاتنين ونص في حتة السينيور، اللي هو معظم الشركات بتكسبكت إن هو يعني بلس 5 سنين اكسبيرينس. ال AI ببساطة طبعا الناس كلها اتكلمت فيه، واتكلمت من برسبكتيفز كتيرة أوي مختلفة. أنا بالنسبة لي أنا كان يعني خبرتي في ال AI حاجة بسيطة. كان هو graduation project بتاعي، كنت عملت على الديب ليرنينج، كنا بنعمل موديل حلو الحمد لله يعني، خد فيه امتياز. اداني فكرة عن ال AI بشكل ما، وازاي شغال من جوه وكل التفاصيل دي. وكنت نزلت فيديو قريب أول ما تشات جي بي تي نزل، وحللت كده الاركتكشر بتاعته أو إيه اللي مميز فيه عن المودلز اللي كانت قبله موجودة. وكان يعني أكتر واحد فيهم كان تيورينج اللي هو بتاع مايكروسوفت في الوقت اللي نزل فيه تشات جي بي تي أول موديل ليه. أنا بشوف ال AI تول بصراحة، وطول قوية جدا يعني. في آخر انتربرايز كنت شغال معاها كانوا عاملين AI agent. ال AI agent ده بيساعد في الديفلوبمنت بروسيس كلها، في التيكتس، في التستنج، في الكود ريفيو، كل حاجة كان بيساعد فيها. فأنا بشوف إن ال AI tool عظيمة جدا، ممكن تعلي البرودكتيفيتي بتاعت السوفت وير انجينير لو استخدمها صح، مش لو خلاها هي اللي تجايده. لأن ساعات ممكن، خصوصا الفترة الأخيرة كمان كنت بتكلم عن الموضوع ده، إن أنت ممكن استخدامك ل AI يكون بيعطلك أكتر منه بيساعدك على البرودكتيفيتي بتاعتك. فهو مهم جدا إن إحنا نتعامل معاه إن هو تول. نصيحة أخيرة بقى للناس اللي في أي مجال أو حتى في المجال ده، إن كل حاجة بتيجي بالكونسستنسي أو بتيجي بالاستمرارية. فكونسستنسي ده كي، دي جملة حقيقية جدا. أنت خلي عندك استمرار، خلي عندك صبر، خلي عندك تفاؤل. هو ده الحل الوحيد يعني، ما عندكش حل تاني. لازم تعرف تتعامل مع الحياة وتخلي دماغك تفكر دايما بشكل إيجابي. you are average of 5 people around you. أنت قيمتك أو شخصيتك أو طباعك هتتاخد من أقرب 5 حواليك. فأنت خلي الناس اللي حواليك دايما ناس أنت تحب تاخد منهم، وتاخد من شخصياتهم، وتاخد من طريقة تفكيرهم.